قال لك عايز تغيظه اديله زيزو، قال لك عايز تغيظه كمان مره اديله زيزو. النادي الاهلي بيحسم اكبر صفقه في تاريخ القاهره، في تاريخ القاهره، خلاص محسومه، خلاص خلصت. احمد السيد زيزو رسميا في النادي الاهلي، وهي الصفقه الاغلى والاكبر في مصر، بل في افريقيا. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله انتقالها مش بس ان احمد سيد زيزو لعيب، يعني لعيب كويس جدا جدا، ولكن الصفقه دي تحس كده انها لها طعم تاني، شكل تاني، وريحه تانيه. انا بس يا جدعان والله العظيم، بس انا جاي يعني انا عامل الفيديو ده بس عشان اطمن على اخواتنا في 100 عقبه بس. انا والله العظيم بس يعني انا لما شفت الاعلان، ايه الاعلان الجميل ده؟ يعني ايه يعني بجد سوشيال ميديا، يعني النادي الاهلي في الاعلانات اقسم برب العزه فخامه الفخامه الفخامه الفخامه. بصراحه اقسم بالله فخامه. بنشوف من اعلان تريزيجيه، ولا من اعلان بن رمضان، ولا يعني اللي زاد وغطى اعلان زيزو. يا جدعان اعلان زيزو ده مش بس الاعلان، اقسم بالله العظيم حاجه وهميه، وحاجه اقسم بالله فعلا. يعني الناس اللي شغاله دي، لا لا بصراحه هو يعني بيعمل لك اعلان فعلا بيليق بالنادي الاهلي حرفيا. اقسم بالله العظيم اعلان بيليق باكبر فريق فعلا في افريقيا. اقسم بالله اعلان روعه الروعه، وتقديمه ملهاش حل. اقسم بالله العظيم الجماعه اللي قائمين على الاعلانات وازاي يقدموا الصفقه للنادي الاهلي، والله العظيم اعلان كبير. ولكن انا هنا يا جدعان طالع اعمل الفيديو هنا، يعني انا مختص بالفيديو ده بس عشان خاطر نطمن على اخواتنا في 100 عقبه. ايه الدنيا هناك يا جدعان؟ حد يطلع كده يطمنا ويقول لنا الدنيا ايه في 100 عقبه، بعد طبعا ما النادي الزمالك امبارح حصل على بطوله كاس مصر. فطبعا يجي النادي الاهلي يرد عليه تاني يوم ويديله العيديه ويعايد على اخواتنا الاهلاويه باحلى صفقه في الدنيا. ولكن انا هنا يا جدعان بسال نفسي، يعني انت كاهلاوي لو جيت في 2020 نهائي القرن بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، لو جيت ساعتها انت كاهلاوي قلت لواحد زملكاوي الثلاثي ده في يوم من الايام هتشوفه في النادي الاهلي، كان هيقول لك انت عبيط انت مغبول. والله العظيم هو فعلا انا بسال نفس السؤال ده. يعني انت لو كنت جيت في الاوقات دي وقلت له انك في يوم من الايام هتشوف الناس دي في النادي الاهلي، كان هيقول لك لا انت عبيط انت مجنون انت فيك حاجه. سواء امام او بن شرقي او السيد زيزو، يعني بصراحه انت لو كنت شفت الناس دي ساعتها وقلت له ان الناس دي هيجي لها يوم من الايام وهتروح النادي الاهلي، كان هيقول لك اكيد ان الراجل ده في حاجه، الراجل ده مجنون، الراجل ده عبيط، الراجل ده في حاجه في دماغه. ولكن مع النادي الاهلي تسقط انت وقارتك. مع النادي الاهلي مفيش يما ارحمينا. اي حد بقى في الترجي هيجيب، في الزمالك هيجيب، في الوداد هيجيب، قسما بالله. بس انا اقول لك على حاجه، انت يعني اكبر نادي في افريقيا وبالقابه، انت فاهم؟ يعني مش بقول لك كده يعني مجازا يعني، فانا بقول لك بالقابه، انت فاهم؟ فيعني معلش لما يعوز اي حد لا هياخده ممكن يفضل اي نادي خلقه ربنا زي ما فضل نادي الزمالك كده، انت فاهم؟ فانا بقول لك يعني ايه، ما بيقفش معاه حد، ده قطر، ده راجل ده نادي بينافس على دوري، وبينافس على دوري ابطال افريقيا، وبينافس على كاس عالم، ده راجل معاه ليله. حضرتك انت هيعمل بوبك ايه انت يعني؟ يعني ايه معلش، انتوا في نادي الزمالك بيعملوا بكم ايه يعني؟ تعال احنا هنلمعك كده وهنخليك وهنهندلك كده وهنظبطك وهنعمل لك اسم. يعني انت جاي اصلا مالكش عازه ولا ليك طلب ولا ليك اسم ولا ليك اي حاجه. احنا هنظبطك كده في النادي الاهلي وهنعمل لك اسم وتاريخ يعني، وحاجه محترمه وحاجه نظيفه يعني. انت واخد بال حضرتك يعني؟ بس فهو ده اللي النادي الاهلي بيفكر فيه يعني. اه يا عم، انا راجل هفضل النادي بتاعك، وانا راجل هاخد منك الناس وهسرق منك بطولات وانا راجل حرامي، وانا طالما انت شايفني كده خلاص يا عم. انا بقول لك اهو، انا فيا وفيا وفيا وفيا. فانت بقى ايه، ما تقعدش بقى انت فاهم بقى تعيش بقى دول بقى الصعبانيات بقى اليومين دول بقى، انت فاهم؟ وتقعد بقى تخش لي في حاجات ملهاش لازمه. فانت فوق عشان خلاص انا خدت منك كده حبايه الكريز اللي انت كنت ايه، اللي انت كنت طالع بيها السما، انا خطفتها منك كده خلاص. ما فضيتها لك خالص، جبتها لك على الارض. عزيز الزملكاوي جبتها لك على الارض، جبتها لك على الارض. يعني اعطيك 3 صفقات قسما بالله العظيم لو في اي نادي تاني كان النادي ده قفل. والله العظيم حرفيا كان النادي ده قفل. من امام عاشور لبن شرقي لزيزو لكهربا. ايه يا عم في ايه يا عم؟ فوق كده يابا وهندل نفسك كده، عشان قسما بالله اللي جاي مش حلو عشان. فانا بس يا جدعان طالع بس الفيديو ده كده، انت فاهم؟ عشان بس ايه اطمن على اخواتنا بس في 100 عقبه كده بعد ما شافوا الاعلان بتاع السيد زيزو. تمام. فانا بس ايه بطمن بس على الناس كده حبايبنا كده، عشان ايه سمعت ان في مطافي هناك وحمايه مدنيه والدنيا خربانه هناك ومش قاعده على بعضيها. انت فاهم؟ بس هو النادي الاهلي يعني سبحان الله يا اخي عقليه قسما بالله. يعني شوف يعني الرد نفسه، ان انت امبارح مثلا بتاخد بطوله ويجي النادي الاهلي يصبر ويرد عليك تاني يوم عشان يعايد على الناس. يعني بصراحه يا جدعان اقسم بالله السوشيال ميديا النادي الاهلي الله اكبر. اقسم بالله دماغ فعلا، دماغ ناس محترفين، ناس فعلا عارفه هي بتدير المنظومه ازاي. دي اهم حاجه، حط تحت بتدير المنظومه دي كذا نقطه وكذا خط، ان هي فعلا بتدير المنظومه ازاي.
فشابوب جدا جدا جدا، اعلان طلع في وقته. هو ده بقى اهم حاجه، تنزل الوقت، هو طلع في وقته. اعلان السيد زيزو قسما بالله يا جدعان، احمد سيد زيزو اقسم بالله العظيم اعلان صفقه فعلا، مش بس صفقه يعني مش صفقه جماهيريه، بل صفقه اقسم بالله العظيم هتغيظ ناس كتير قوي، هتجيب حرقان كتير قوي، هتعمل تيشيرات كتير قوي الفتره الجايه وفي اليومين دول. فبصراحه دي كانت نهايه الحلقه، كنت طالع بس اطمن على الزملكاويه واشوفهم عاملين ايه في 100 عقبه واخبار 100 عقبه ايه. فلو حد طبعا وصل له الفيديو ده يا ريت يا جماعه يطمنا على حبايبنا واخواتنا في 100 عقبه.